الفيلم لو عجبكم هنعرف من تعليقاتكم واشتراكاتكم، واكيد وقتها هننزل لكم افلام اكتر هتعجبكم. الفيلم بيحكي عن قصة مدينة جميلة اسمها كوماندرا، كان عايش عليها تنانين سحرية بتوهب للمدينة المية والمطر والسلام. وفجأة هجم على المدينة وبقى اسمه الدرون، بيحول اي شيء بيلمسه الحجر، بس التنانين اتصدوا له وكانت النتيجة انهم اتحولوا الحجر هم كمان. وقتها ظهرت سيسو اخر تنين على الارض، وكان معاها جوهرة سحرية قضت بيها على كل الدرون، وبعدها رجع العالم لطبيعته وكل شيء اتحول لحجر رجع تاني ما عدا التنانين. وبالنسبة لسيسو اختفت من وقتها وما تبقاش في كوماندرا غير الجوهرة السحرية، وشعب كوماندرا حاربوا بعض عليها، بس في الاخر اختفت بعيد عن الانظار. وبعدها بيعدي 500 سنة وبنشوف بنت صغيرة اسمها رايا بتعدي من فخاخ بمساعدة حيوان صغير اسمه توك توك، ولما بتوصل لمكان مقفول بنشوف جواه الجوهرة السحرية وشخص بيحميها وبيحارب رايا. وبعد شوية بنعرف ان ده باباها القائد بنجا، واللي بيكون حاكم جزء من كوماندرا اسمه أرض القلب، وهو اللي بيحمي الجوهرة السحرية ومخبيها عن البشر، وبيدرب رايا علشان تكون حارسة الجوهرة من بعده. وبعدها بنجا بيعرف رايا ان جه الوقت اللي يحاول يوحد فيه كوماندرا من تاني، وعلشان كده عزم كل قادة الأراضي اللي اتقسمت من كوماندرا وهيحاول يقنعهم يثقوا في بعض. ولما بيوصلوا قادة الأراضي لعنده ما بيصدقوش ان بنجا قاصد توحيد كوماندرا، وبيقولوا انه بيجمعهم علشان يبطلوا يحاربوه ويدوروا على الجوهرة اللي بتجلب لأرضه الخير. في الوقت ده رايا بتقابل بنت اسمها ناماري، ودي بتكون بنت ملكة أرض الناب، ولما بتتعرف عليها بتلاقيها بنت بسيطة وبتحب التنانين. وبتعرف رايا إن في أسطورة بتتقال في أرض الناب، وهي إن بعد ما سيسو موتت كل الدرون بجوهرتها السحرية وقعت في المية والطيار وداها لآخر النهر، وهي نايمة هناك دلوقتي، بس اللي مش معروف هي نايمة في أي نهر من أنهار كوماندرا. وبعدها ناماري ادت رايا سلسلة على شكل تنين هدية منها. وقتها رايا وثقت فيها وأخدتها توريها الجوهرة السحرية، بس اتفاجئت هناك إن ناماري بتهاجمها وعايزة تاخد الجوهرة. ولما رايا اتصدت لها خرجت ناماري شعلة في الجو عرفت بيها مامتها مكان الجوهرة. وقتها بنجا لاحظ اللي بيحصل وشاف ناس من أرض الناب رايحين في اتجاه مكان الجوهرة، وفي ثواني طار لهناك وبدأ يدافع مع بنته عن الجوهرة، لكن الوضع خرج عن السيطرة، وخصوصا بعد وصول قادة كل الأراضي والكل عايز الجوهرة. ده غير إن واحد فيهم ضربه بسهم في رجله وأيد حركته، وساعتها جرى كل القادة على الجوهرة، ونتيجة اللي بيحصل وقعت واتكسرت منهم. وفي نفس اللحظة رجع الدرون، وكل واحد من القادة أخد جزء من الجوهرة علشان يحمي بيه نفسه من الدرون وهربوا. وبالنسبة لبنجا الإصابة اللي في رجله خلته مش قادر يتحرك، وما كانش قدامه حل غير إنه ينقذ رايا. وبعد ما اداها جزء الجوهرة اللي معاه طلب منها تنقذ كوماندرا ورماها في المية، وده لأن الدرون ما بيقربوش من المية. وبعدها اتحجر بنجا. وبعد 6 سنين من اللي حصل بنشوف رايا وهي راكبة توك توك وبتدور على النهر اللي ممكن تكون سيسو نايمة فيه. وبعد ما دورت في كل الأنهار ووصلت لآخر نهر برضو ما لقيتهاش. وقتها كلمتها وطلبت منها المساعدة، وفجأة ظهرت سيسو، ورايا طبعا ما صدقتش نفسها. وبالنسبة لسيسو صحية رايقة من النوم وبتدور على اخواتها وبتقول انها جعانة. ولما رايا قالت لها الكارثة اللي هم فيها وانها سابتهم ونامت 500 سنة سيسو اتصدمت وما كانتش عارفة تتصرف ازاي. ولما رايا طلبت منها تعمل لهم جوهرة جديدة سيسو عرفتها انها مش احسن تنين ومش هي اللي عملت الجوهرة. بس وقتها رايا لاحظت ان سيسو نورت لما مسكت جزء الجوهرة، وده معناه انها لسه مرتبطة بسحرها، وكان الحل الوحيد اللي قدامهم انهم يجمعوا اجزاء الجوهرة من ملوك الاراضي وسيسو تجمعها وتنقذ بيها كوماندرا، والاهم انها ترجع لها باباها الملك بنجا. وهم في طريقهم لتجميع الجوهرة رايا عرفت سيسو ان بعد اللي حصل كوماندرا اتقسمت ل5 اراضي، وهي ارض الناب والقلب والظهر والمخلب والديل. وفي نفس اللحظة دي كانت ناماري بتدور على رايا لان خريطة انهار كوماندرا اتسرقت منها، وتوقعت ان رايا اخدتها وبتدور على سيسو. اما رايا وسيسو كانوا وصلوا لمكان ملكة ارض الديل، وهناك لقوا كهف مليان فخاخ وحشرات غريبة بتطلع غازات. وبعد ما قدروا يعدوا من كل ده رايا لقت الملكة بقت هيكل عظمي وقدرت تاخد منها جزء الجوهرة بسهولة. ولما سلمتها لسيسو فجأة اتحولت لإنسانة وعرفتها ان ده سحر اختها اللي موجود في الجوهرة. وقبل ما ياخدوا الجوهرة ويمشوا وصلت لهم ناماري اللي قالت لرايا انها مش هتقدر توحد كوماندرا ولا ترجعها زي الاول لانها فاشلة. وقتها رايا عرفتها انها وصلت لسيسو، وبعد ما وقعت عليها الفخاخ اللي في الكهف وكمان خرجت لها الحشرات الغريبة قدرت تهرب منها هي وسيسو. بس رغم كل ده ناماري ما استسلمتش وراحت وراهم، بس رايا طلعت اذكى منها وخلت توك توك نط بيهم في المية، وبكده القط اللي راكباه ناماري خاف ينط وراهم. لا وكمان رايا ركبت اول مركب قابلتها، ولما الولد صاحب المركب ما كانش قادر يحركها بسرعة سيسو اتحولت لتنين وجرت بيهم في المية وبعدوا عن ناماري. وبعدها عرفوا ان الولد اسمه
اسمه بون وبيجهز وجبات على المركب وبيبيعها، ورايا طلبت منه يوصلهم لأرض المخلب، وطلبت من سيسو ما تتحولش لتنين أبدا لأن الناس موتوا بعض علشان جوهرة، وهي مش عارفة ممكن إيه اللي يحصل لو شافوا تنين حقيقي. وبعدها شافوا في طريقهم الدرون وعرفوا من بون إن عيلته كلهم اتحولوا لحجر، وهو من وقتها ما خرجش من المية. وبعد وقت وصلت المركب لأرض المخلب، ورايا طلبت من سيسو ما تتحركش من المركب لحد ما هي تروح تجيب الجوهرة من القائد وترجع. وهي في طريقها ليه قابلت بنت صغيرة بتعيط، ولما راحت تساعدها عرفت إنها حرامية ومعاها 3 حيوانات سرقوا منها الجواهر، وبسرعة رايا وتوك توك راحوا وراهم. في الوقت ده كانت سيسو قررت تروح تشتري هدية لقائد أرض المخلب علشان تديها له وتاخد منه الجوهرة بسلام. وطبعا لأنها نايمة بقالها 500 سنة أخدت الهدية من غير ما تدفع ثمنها للتجار، وطبعا هم كانوا هيموتوها، لكن وصلت لها ست عجوزة وأنقذتها منهم وأخدتها توصلها لقائد أرض المخلب. في اللحظة دي كانت رايا مسكت البنت وحيواناتها ورجعت منهم الجواهر. وبعد ما عرفت إن البنت دي عايشة في الشارع لأن الدرون حولوا أهلها الحجر، طلبت منها تساعدها وتشتت حراس القائد، وبكده قدرت رايا توصل لقائد أرض المخلب. بس اتصدمت لما لقيته تحول لحجر، والحارس قال لها إن الجوهرة مع أكتر ست شريرة على أرضهم. وهنا كانت سيسو وصلت مع الست العجوزة لمكان كله أشخاص متحجرة ودرون، وعرفت إنها عايزة الجواهر اللي موجودة معاها يا إما هتحولها لحجر. وقتها وصلت لها رايا، وبعد ما أخدت الحجر من الست العجوزة وادته لسيسو ظهرت لها قوة الضباب، وبكده هربوا في ثواني ووصلوا للمركب وشافوا هناك البنت وحيواناتها. وسيسو اتعرفت عليهم وراحوا كلهم في اتجاه أرض الظهر. في نفس الوقت اللي كانت فيه ناماري وصلت لأرض الناب وطلبت من مامتها تاخد الجيش الملكي علشان تقبض على رايا في أرض الظهر. وهنا كانت رايا وصلت لأرض الظهر، وسيسو صممت إنها تروح للقائد بسلام وتاخد منه الجوهرة، وده تسبب في إنها وقعت في فخ هي ورايا، والقائد كان هيموتهم. بس للحظ وصل لهم بون والبنت والحيوانات وهم راكبين توك توك، وفي ثواني كانوا أنقذوا سيسو ورايا وكتفوا قائد الظهر. وبعدها عرفوهم إن ناماري وجيش الناب وصلوا لهم، ورايا طلبت من القائد يساعدهم وينقذ أصحابها ويهربهم، وهي راحت تواجه ناماري علشان تشتتها عن أصحابها. وقتها سيسو شافت ناماري وهي بتضرب رايا وبتفقدها قوتها، وفي اللحظة دي اتحولت لتنين واستخدمت سحر الضباب وأنقذت رايا. وناماري ما صدقتش إن سيسو رجعت. أما بقى رايا أخدت سيسو وأصحابها ومعاهم قائد الظهر للمركب، وهناك بعد ما الكل عرف إن سيسو بتكون تنين وعايزة توحد كوماندرا طلبوا يساعدوها في مهمتها، وقائد الظهر سلمها الجوهرة اللي معاه. ووقتها السما مطرت لأن ده سحر أخوها، وسيسو طارت واتنططت على قطرات المية، وبكده ما بقاش فاضل غير جزء الجوهرة اللي موجود في أرض الناب، وكان لازم يعملوا خطة علشان ياخدوها. وقتها سيسو كان رأيها إنهم لو وثقوا في ناماري هياخدوا الجوهرة وكوماندرا هترجع. وعلشان تثبت لرايا كلامها أخدتها لمكان إخواتها التنانين وعرفتها إن من 500 سنة الدرون حول كل تنانين الأرض الحجر وما تبقاش غيرها هي وإخواتها. وإخواتها لما لقوا إن مفيش حل للدرون جمعوا سحرهم في جوهرة التنين وادوها لسيسو، وبعد ما وثقوا فيها ووثقت فيهم جات لها القوة اللي قضت بيها على الدرون وعرفتها إن ده اللي هيحصل لو هي وناماري وثقوا في بعض. وهنا رايا قررت تنفذ كلام سيسو وبعتت الطفلة وحيواناتها لناماري وسابوا لها على الشباك سلسلة التنين ورسالة. وبعد ما ناماري شافتهم ضربت شعلة في الجو عرفت بيها رايا إنها موافقة تساعدهم. وقتها رايا راحت وقابلتها واتفاجئت إن ناماري معاها جزء الجوهرة اللي موجود في أرض الناب، وساعتها سيسو خرجت لناماري وشكرتها. وقبل ما تجمع سيسو أجزاء الجوهرة ناماري خرجت سلاحها وهددتهم تموتهم لو سيسو والجواهر ما راحوش معاها للمملكة. بس رغم ده سيسو ما كانتش خايفة وراحت لناماري وفهمتها إن مهما حصل هتفضل واثقة فيها. وقتها خافت رايا، وقبل ما تضرب ناماري خرجت سهم من سلاحها ضربت بيه سيسو بالغلط ووقعتها في المية، وبعدها المية جفت من الأرض وبكده الدرون مش هيقف. في اللحظة دي أصحاب رايا لاحظوا إنها اختفت وبسرعة أخدوا باقي البلورة وراحوا لمملكة الناب، وهناك شافوا رايا بتحارب ناماري والاتنين مصممين يموتوا بعض، وشافوا هناك كمان الدرون بيحول الناس لحجارة وبسرعة دفعوا عنهم بالجواهر اللي معاهم وخرجوهم من المملكة. في نفس اللحظة اللي كانت فيها رايا غلبت ناماري وكانت هتموتها، بس ناماري قالت لها إن موت سيسو بسببهم هما الاتنين لأنهم عمرهم ما وثقوا في بعض. وقتها سابتها رايا وراحت لأصحابها، ولما ناماري راحت لهم الأرض انهارت بيهم واتحبسوا كلهم تحت الأرض مع الدرون، ولاحظوا إن قوة الجواهر بتقل والدرون ما بقاش بيتأثر وبيقرب منهم أكتر. ساعتها رايا افتكرت كلام سيسو ومن غير تفكير كتير قالت لهم إن الحل في الثقة، وراحت سلمت الجوهرة اللي معاها لناماري وتحولت لحجر، وأصحابها عملوا زيها وتحولوا لحجر واحد ورا التاني. وقتها ناماري جمعت الجوهرة ووقفت جنب رايا وتحولت
لحجر هي كمان، وفجأة قوة الجوهرة رجعت وقضت على كل الدرون، وبعدها السما مطرت وشالت الحجارة اللي على البشر ورجعوا لطبيعتهم تاني، ورجعوا كمان التنانين ومعاهم سيسو اللي أول ما شافت رايا وأصحابها راحت لهم وشكرتهم إنهم أنقذوها وأنقذوا إخواتها، وشكرت كمان نماري لأنها وثقت فيهم في الآخر. وقتها كل واحد من أصحاب رايا راح لعيلته اللي ما شافهمش من سنين، أما رايا رجعت لمكان باباها وشافته من تاني، ولما سيسو راحت له قالت له إن بنته أنقذت كوماندرا ووحدت شعبها، وكل سكان الأرض وقيادتها راحوا لأرض القلب وقرروا تبقى مركز كوماندرا بقيادة القائد بنجا. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.